اهم الدفوع في قضايا الضرب، اولا بندفع بالتراخي في الابلاغ اذا كان المجني عليه اتاخر على محرر محضر الشرطه، في الحاله دي بندفع امام المحكمه بالتراخي في الابلاغ. كمان لو اتاخر في توقيع الكشف الطبي بندفع امام المحكمه بالتراخي في توقيع الكشف الطبي اذا كانت الواقعه تمت النهارده واتاخر المجني عليه يومين او ثلاثه لتوقيع الكشف الطبي عليه، في الحاله دي بندفع امام المحكمه بالتراخي في توقيع الكشف الطبي. كمان بندفع بكيديه الاتهام وتلفيقه في حاله اذا كان هناك خلافات سابقه بين الطرفين وتم تحرير محاضر رسميه بهذه الخلافات، بنقدم هذه الاوراق وهذه المستندات الرسميه للمحكمه كدليل على كيديه الاتهام كمان بندفع بعدم التناسب بين الاداه المستخدمه وبين الاصابات الوارده في التقرير الطبي، على فرض ان المجني عليه قال في محضر جمع الاستدلالات ان المتهم عورني بمطوه، ولما بصيت على التقرير الطبي وجدت ان الاصابات اللي موجوده كدمات. طبعا المطوه تحدث جرح قطعي ولا تحدث كدمات، يبقى اذا روايه المجني عليه في محضر جمع الاستدلالات روايه غير صحيحه، واصبح هناك عدم معقوليه بين ما ذكره المجني عليه في محضر جمع الاستدلالات والاصابات الموجوده في التقرير الطبي. يبقى اذا بدفع بعدم التناسب بين الاداه المستخدمه والاصابات الوارده في التقرير الطبي. كمان بندفع امام المحكمه بخلو الاوراق من ثمه شاهد وخلو الاوراق من ثمه تحريات مباحث تؤكد صدق روايه المجني عليه. كمان بندفع امام المحكمه بخلو الاوراق من ثمه دليل اسناد صحيح يصلح سندا لادانه المتهم. وفي النهايه يكفي ان تتشكك عداله المحكمه الموقره في صحه اسناد التهمه الى المتهم لتقضي بالبراءه، لان الشك دائما يفسر لمصلحه المتهم. وفي النهايه اذا كنت صاحب حق ان شاء الله يصدر الحكم بالبراءه ويكون بمثابه شفاء لما في الصدور. وفي النهايه بنتمنى لحضراتكم كل التوفيق. خالص تحياتي، السلام عليكم ورحمه الله.